الشخص اللي طول الوقت بيقعد يحكي عن نفسه ويحكي قصص أسطورية وبينسى أصلا إن أنت عارف أصله مثلا. فيقعد يحكي لك عن حاجات قديمة، كأنه مثلا كان غني أو إن هو عمل أو إن هو سوى، ومن كتر عدم إدراكه إن أنت عارف حقيقته بيتناسى كل ده. وفي ناس ممكن تزور في حقائق كتير جدا عشان يبان بصورة غير صورته. هم دول قصدهم الكذب؟ لا، هو الموضوع ابعد من الكذب. هو الموضوع بالظبط انا لا اكذب لكني اتجمل. هو لقى نفسه في الظروف العاديه، في وضعه العادي مش باين، محدش حاسس بيه، محدش مديله قيمته، فقرر يخترع قصص وسيناريوهات عشان الناس. كل دول بيخدموا فكره عنده، فكره القوه، فكره السلطه، فكره السيطره، اي فكره، فكره ان هو محبوب، فكره ان هو ما يتسابش، فكره خلي بالك او هتسيبني انا لقطه. فكل دي النخع زي ما بيقولوا، او كل الكذب ده عشان يخدم فكره عنده. هو ما يقصدش يكذب عليك، هو اصلا عنده ضعف تقدير ذاتي وبيحاول يعمل ميك اب وماسكات وشكل عشان يحسن صورته قدامك. فما تاخدوهوش على محمل الكذب، خدوا على محمل ان هو يعني مش متزن نفسيا. كان معاكم دينا.